أغلب الناس فاكرة إن عشان تبقى غني لازم تشتغل أكتر، بس الحقيقة في ناس بتشتغل أقل منك بكتير وبتكسب أضعافك. عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتنجح بسرعة وناس تانية بتفضل مكانها سنين رغم إنهم ممكن يكونوا أذكى وبيشتغلوا أكتر؟ الحقيقة الموضوع مش في المجهود، الموضوع في دماغك. المشكلة مش في الفلوس، المشكلة في طريقة تفكيرك. خليني أسألك سؤال صريح، لو الفلوس اختفت من حياتك النهاردة هل هتعرف ترجعها تاني؟ الإجابة دي هي اللي بتحدد مستقبلك. في شوية أسرار محدش بيقولها عن عقلية المليونير، مش لأنهم مخبيينها، بس لأن أغلب الناس مش مستعدة تسمعها أصلا. والنهاردة هقول لك الحقيقة بدون تجميل، حقائق محدش بيقولهم عن عقلية المليونير، ولو فضلت تفكر زي دلوقتي عمرك ما هتوصل. السر الأول، المليونير بيفكر على المدى الطويل. الشخص العادي بيدور على مكسب سريع، عايز فلوس حالا، نتيجة حالا، نجاح حالا. لكن المليونير بيلعب لعبة مختلفة، لعبة سنين مش أيام. مثال، ممكن يشتغل شهور من غير نتيجة بس عارف إن ضربة واحدة بعد كده هتعوض كل حاجة. التفكير على المدى الطويل. خلينا أسألك، في آخر مرة صبرت على حاجة قد إيه؟ يوم؟ أسبوع؟ شهر؟ الشخص العادي عايز نتيجة حالا، لكن المليونير بيزرع دلوقتي عشان يحصد بعدين. السر التاني، مش بيشتغل أكتر، بيشتغل أذكى. خليني أقول لك حاجة يمكن تضايقك شوية، مش كل تعبك له قيمة. ممكن تكون بتبذل مجهود رهيب بس في الاتجاه الغلط، زي واحد بيجري بسرعة جدا بس في الاتجاه العكسي. الموضوع مش بتعمل كام حاجة، الموضوع بتعمل ايه بالظبط. انت ممكن تشتغل 10 ساعات بس على حاجة مش مهمة، وحد تاني يشتغل ساعتين بس على حاجة واحدة تغير حياته. الموضوع مش وقتك، الموضوع بتصرف وقتك في ايه. السر التالت، المخاطرة المحسوبة. انت بتخاف تجرب، بتأجل عشان خايف تفشل. المليونير برضه بيخاف، بس الفرق بيجرب رغم الخوف. كل مرة بيقع فيها بيطلع بحاجة أهم من الفلوس، الخبرة. المليونير مش بيخاف من المخاطرة، بس خلي بالك مش مخاطرة عشوائية. هو بيحسبها، يجرب، يغلط ويتعلم بسرعة، وكل خسارة عنده يعني درس مش نهاية. السر الرابع، الانضباط أهم من الحماس. الحماس سهل، أي حد يتحمس، بس السؤال الحقيقي، هتكمل لما الحماس يختفي؟ الناجحين مش مميزين، هما بس بيكملوا لما غيرهم بيقف. انت ممكن تتحمس يومين وتكسل اسبوع، بس الشخص الناجح بيشتغل حتى وهو مش عايز. الفرق بينك وبينه مش الشغف، الفرق هو الاستمرار. السر الخامس، البيئة اللي حواليك. لو كل اللي حواليك بيفكروا صغير عمرك ما هتكبر. بص حواليك كده، مين الناس اللي بتقعد معاهم اكتر؟ بيشجعوك ولا بيكسلوك؟ لان الحقيقة البسيطة، العقلية بتتعدى زي الفيروس بالظبط. هتبقى نسخة من الناس اللي حواليك. دلوقتي فهمت ليه ناس بتنجح وناس لأ؟ دلوقتي فهمت الموضوع مش حظ ولا صدفة ولا ذكاء خارق. الموضوع كله عقلية وطريقة تفكير، ولو غيرت طريقة تفكيرك هتغير حياتك بالكامل. لو وصلت لحد هنا يبقى انت فعلا مختلف عن 90% من الناس. اكتب لي في الكومنت ايه عاوز تغيره، واشترك عشان الجاي هيكون اقوى بكتير. لو الفيديو ده غير لك فكرة واحدة بس، اعمل لايك واشترك عشان الجاي هيغير لك حياتك فعلا. سلام.